كورمانج. كورمانج، ايوه جينا مربط الفرس. ادعوا جيبوا اصدقائكم، تعالوا عندي يا كورمانج، تعالوا يا الروجافا والباكور موجودين. يلا تعالوا ترجموا لي كلمة كورمانج. لو لفيتوا راسكم يمين طلعتوا فوق نزلتوا تحت رحتوا يسار ما راح تجيبوا غير تفسير المرحوم جلادة بدر خان لكلمة كورمانج. هذا هو التفسير الوحيد الموجود في التاريخ. فقط جلادة بدر خان ترجم كلمة كورمانج وش اسمه وفسرها، قال كورمانج تعني كورماند. كر بمعنى ابن، مان يعني بقى. هذا هو التفسير الوحيد ولا يوجد أي تفسير كردي آخر. اللي يجيبكم تفسير من جيبه هذا ما له علاقة فيه. التفسير لازم يكون تأصيل لغوي من قبل واحد لغوي، مو يجي لواحد أي مكان. كورمانج، كلمة كورمانج فقط أصلت لغويا من قبل المرحوم جلادة بدر خان مؤلف الأبجدية الكردية، وفسرها في وقته بأنه كورمان الأولاد بقوا أو الولد بقى. الأمير والمرحوم جلادة بدر خان أخطأ وأصاب. أخطأ لأنه في وقت جلادة بدر خان ما يعرف إيش هي اللغة باهلوية وإيش هي اللغة زردشتيين وكذا، ما يعرف، من وين بده يعرف يعني. الإنجليز ما كانوا بيعرفوا، كانوا استووا بيكتشفوا هاي الآثار الباهلوية. لكنه قال كر فعلا، كر هي من كرب، كلمة باهلوية أيضا، لكن الابن بقى تفسير غير مقنع، ما يعني غير مقنع. يعني مين اللي يقول ابن بقى ويسموه اسم شعب كامل واللغة ومنطقة كاملة؟ تفسير غير منطقي، لكن لغويا شوية قريب منه. ببساطة كلمة كرمان ترجع إلى الكلمة الباهلوية كرد مان. كرد مان، كرد هم الكرد، وكرد أيضا كانوا يقولون البطل لا مان هي المنزل. تكلمنا عن منزل قبل أن في بداية الحلقة، في بداية تكلمنا عن كلمة ماند التي تعني منزل، وكردمان تعني منازل الأكراد. كلمة الدال لغويا في علم اسمه الفونيتكس، لينغويستكس، فونيتكس علم الصوتيات. ما تقدر أي إنسان في العالم حتى الكردي ما يقدر على طول بسرعة يقول كردمان كردمان كرد. حرف الدال، صوت الدال يصبح ثقيل فيقع يشطب فتبقى كر. كرماند كرماند كرماند، الدال أيضا تتحول إلى جيم بسهولة فتصبح كرماند. هذا هو التفسير، علم التفسير اللغوي، لينغويستكس. كرماند ماند هي أصلها كرماند، لكن الناس عندما تنطق بسرعة تقول كرمانج. الدال مثل كلمة أرمند في الكردية تصبح أرمانج، وهو اسم نطلقه على أولادنا. كلمة أرماند الباهلوية أرمانج في لغتنا الكردية، وهكذا. ايش الدليل؟ طيب يا مشتاق صاغين عدد التأصيل اللغوي هذا المضبوط من اللغة الباهلوية. عندك أي دليل آخر؟ نعم، العرب الجغرافيين العرب المؤرخين العرب عندما يتحدثون عن مناطق كردية يقولون عنها منازل الأكراد. منازل الأكراد. كردمان هي كرمانج، وهي كلمة كردية من اللغة الباهلوية. كلمة كرمان لغة باهلوية بحتة صرفة